ذات مرة خرجنا دعوة إلى بعض مناطق صنعاء، ووجدنا على الطريق قرية كبيرة، قلنا ننزل نصلي فيها نخطب الجمعة ثم نواصل بعد ذلك. دخلنا، لازلنا في طرف القرية، وجدت شابا رددت عليه السلام: السلام عليكم. قال: عليكم السلام. قلت له: أين مسجد القرية؟ القرية فيها مسجد كبير لكنه في وسطها ما عنده منارة كبيرة يعني بحيث يرى من بعيد. قال: المسجد في وسط القرية لكن اسمع يا مطوع. قلت: هات. قال: شوف، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وأبو هريرة مش موجودين عندنا. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وأبو هريرة مش موجودين عندنا. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وأبو هريرة مش موجودين عندنا. وأنا أقول في نفسي: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضرب وبطن الأودية ومنابت الشجر. قلت: خلينا ندخل القرية وبعدها يكون خير. دخلنا القرية، وجدنا الخطيب، استأذنا منه فأذن في خطبة الجمعة. وقبل الخطبة وأنا أفكر في هذه الكلمة: أبو هريرة، عمر بن الخطاب، وأبو بكر الصديق مش موجودين عندنا. قلت: ماذا أقول لهؤلاء القوم؟ وإيش تكون الخطبة؟ حول ماذا؟ ما هو الموضوع الذي نطرقه في هذه القرية التي دخلناها لأول مرة؟ فقلنا: خلاص، إن شاء الله تكون الخطبة عبارة عن موعظة وتذكير بالموت والدار الآخرة ولقاء الله جل وعلا، علهم ينتفعون أو ينفع الله عز وجل بذلك من شاء منهم. خطبنا والحمد لله، واستضافونا إلى مجلس كبير تغدينا معهم فيه. بعدها قام شخص يعني يوزع عليهم الألقات، يقول لهم: كلوا جاء موت. سمعتوا الخطيب وش قال؟ قلت: اسمع يا صاحب البلاد، أنت يعني شكلك مثل السيارة البيجوت القديمة السكان حقها على اليمين، شكلك فهمت عكس. أنا وعظتكم لتصلوا لا لترتعوا، وعظتكم لتصلوا، حافظوا على صلاة العصر مع الجماعة، حافظوا على صلاة الفجر في وقتها وفي المسجد في بيت الله عز وجل، تقبلون على قراءة القرآن، تصلون الأرحام، تتعاونون على البر والتقوى، وتجتنبون التعاون على الإثم والعدوان. كانت الموعظة من أجل هذا. فانظر كيف فهم هذا الرجل، يقول لهم: كلوا، استغلوا الفرصة، جاء موت. سمعتوا الخطيب وش قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.